مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى الحصيلة الرياضية الأسبوعية تأتيكم من قناة شوف تيفي التلفزية. في بداية نتوقف عند هذا الخبر حيث الذي بلغنا قبل قليل، حيث توفي المدرب الفرنسي برونو ميتسو فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ميتسو عرف بتجربته الطويلة في ملاعب الخليجية، حيث درب منتخبي الإمارات وقطر بين 2007 و2011، كما أشرف على قيادة منتخب السنغال إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. نفتح الآن ملف كرة القدم الوطنية. تمكن المنتخب الوطني من قلب تأخره أمام نظيره الجنوب إفريقي بهدف واحد إلى تعادل بهدف لكل طرف في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح الملعب الكبير لمدينة أكادير. خلال هذه المباراة التي حضرها جمهور غفير فاق عدده 45 ألفا من أنصار أسود الأطلس، كان الضيوف سباقين إلى افتتاح حصة تسجيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول بواسطة اللاعب رانتي توكيلو، قبل أن يرد اللاعب عصام عدوى المحترف بليفانت الإسباني يرد بهدف التعادل لأسود الأطلس مع مستهل الجولة الثانية، وتحديدا في الدقيقة 50 بمتابعة جيدة لكرة سددها بالهندا لاعب دينامو كييف الأوكراني من ضربة خطأ. وقبل هذه المواجهة وفي مباراة رفع الستار، تغلب حسنية أكادير على شبيبة القبائل الجزائري بهدف وحيد وقعه اللاعب سعد اللمطي في الدقيقة 77 ليدخل اللمطي التاريخ من أوسع أبوابه كأول لاعب يسجل هدفا بالملعب الكبير لأكادير. وقبل أن نطوي ملف المنتخبات الوطنية، نشير إلى أن المنتخب الوطني للفتيان أقل من 17 سنة يستعد أو يتأهب لخوض أول مشاركة له في مونديال الفتيان الذي تحتضنه الإمارات في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى غاية 8 نوفمبر المقبل. أشبال المدرب عبد الله الإدريسي يفتتحون مشاركتهم في البطولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة نظرائهم من كرواتيا، قبل أن يلعبوا مع أوزبكستان بعدها ب3 أيام، على أن يختتموا مباريات الدور الأول أمام بنما يوم 24 من الشهر الجاري. نبقى مع الخبر الوطني. جرت على مدى 3 أيام مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرش موسم 2012-2013، والتي أعطت هوية المؤهلين الأربعة إلى المربع الذهبي. يتعلق الأمر بكل من الدفاع الحسني جديدي والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي ورجاء بني ملال. الدفاع الجديدي وفي مباراة القمة عن هذا الدور تمكن من الإطاحة بالوداد على أرضه وأمام جمهوره وبضربات الجزاء بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل هدف واحد لمثله. هدف الغابوني جوان لينغوالاما لفارس دوكالا في الدقيقة 12، وهدف التعادل للوداد من ضربة خطأ مباشرة نفذها بشكل متقن نبيل الولجي في الدقيقة 26. ومع بقاء النتيجة على حالها، لجأ الطرفان إلى ضربات الجزاء التي ابتسم فيها الحظ للدكاريين بحصة 6-5 ليصل الدفاع إلى نصف نهائي وسط فرحة عارمة للفريق الذي يبدو أنه اهتدى إلى الطريق الصحيح منذ قدوم الإطار الجزائري عبد الحق بن شيخة. المباراة تخللتها أحداث شغب تسبب فيها لاعب الدفاع الغابوني لينغوالاما الذي اشتبك مع عدد من لاعبي الوداد. منافس الدفاع الجديد في نصف النهائي سيكون هو ممثل القسم الثاني رجاء بني ملال المتغلب على ضيفه وداد فاس من القسم الممتاز بهدف وحيد، حمل بصمة اللاعب جواد عزيز الذي نفذ ضربة خطأ بطريقة جميلة، كما نتابع، مانحا فريقه الفوز وبلوغ المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه. وفي مباراة أخرى عن دور الربع، حقق الرجاء البيضاوي تأهلا سهلا على حساب ضيفه اتحاد سمارة من القسم الثاني وبحصة عريضة 4-1. ورباعية الرجاء افتتحها المتألق محسن متولي من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول، قبل أن يستثمر شمس الدين الشطيبي خطأ فادحا لحارس مرمى الضيوف ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 42. ثم عاد الشطيبي ليوقع هدفه الشخصي الثاني والثالث للرجاء في الدقيقة 58 من ضربة رأسية خدعت حارس مرمى اتحاد سمارة. أما رابع أهداف الرجاء فجاء بواسطة عبد الإله الحافظي بعد هذا الانفراد بمرمى الضيوف. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن اللاعب الصمامي من إنقاذ ماء وجه فريقه اتحاد سمارة بتوقيعه هدف الشرف. الرجاء ينتظر في دور النصف أولمبيك آسفي الذي واصل صحوته الأخيرة وكبد ضيفه المغرب التطواني متزعم البطولة الوطنية الاحترافية أول هزيمة في الموسم، وجاءت بهدف وحيد سجله عبد الغني معاوي، كما نتابع.
فترة توقف البطولة الوطنية نهاية هذا الأسبوع كانت أيضا فرصة لإجراء المباراة شبه المحلية المؤجلة عن الدورة الثالثة بين جمعية سلا وضيف الفتح الرباطي. المباراة آلت نتيجتها إلى التعادل الإيجابي هدف واحد لمثله. سجل الفتح أولا بواسطة مهاجمه المحترف النيجيري موسى عيسى في الدقيقة 68، لكن سرعان ما أدرك جمعية سلا التعادل 5 دقائق فقط بعد ذلك عبر هجوم خاطف أنهاه المهاجم يوسف القناوي في مرمى الضيوف. بهذا التعادل ارتقى الفتح إلى المركز الثامن في الترتيب ب6 نقاط مع توفره على مباراة مؤجلة أخرى ستجمعه بالوداد البيضاوي برسم الدورة الخامسة، بينما أضحى جمعية سلا في الرتبة 11 برصيد 5 نقاط. ونمر لحظة إلى الورقة الدولية لهذه النشرة ونخصصها لتصفيات مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم. والبداية من القارة السمراء التي أو حيث جرت نهاية الأسبوع الماضي مباريات ذهاب الدور الثالث والأخير من التصفيات أو تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات العالمية. خلالها انهزم المنتخب الجزائري أمام مضيفه البوركينابي ب3 أهداف ل2 في مباراة مثيرة أعلن خلالها الحكم ضربة جزاء مشكوك في صحتها للمحليين على بعد 4 دقائق فقط من نهاية المواجهة. الممثل العربي الآخر منتخب تونس لم يحقق بدوره نتيجة إيجابية أمام ضيفه منتخب الكاميرون، مكتفيا بالتعادل السلبي معه من دون أهداف في مباراة سيطرت فيها نسور قرطاج دون أن تفلح في استغلال الفرص السانحة التي أتيحت لها. هذا فيما اكتسح منتخب كوت ديفوار ضيفه السنغالي ب3 أهداف ل1 ليقترب بشكل كبير من بلوغ المونديال. شأنه شأن منتخب نيجيريا بطل إفريقيا الذي نجح من جهته في قلب تأخره بهدف بميدان مضيفه الإثيوبي ظاهرة التصفيات إلى فوز ثمين ب2-1. المباراة المتبقية عن هذا الدور تجمع بين المنتخبين الغاني وضيفه المصري اليوم الثلاثاء بمدينة كوماسي. مواجهات الإياب للإشارة تقام منتصف الشهر المقبل. وارتباطا دائما بالتصفيات المونديالية وهذه المرة في القارة الأوروبية، حيث تخوض عدد من المنتخبات مباريات مصيرية هذا اليوم لحجز ورقة المرور بشكل مباشر إلى المونديال، فيما تتنافس أخرى على ضمان اللعب في الملحق من خلال إجراء آخر جولة من التصفيات. في مقدمة المرشحين بقوة للتأهل المباشر منتخبا إسبانيا وروسيا لكونهما سيخوضان اختبارين سهلين. إسبانيا بطلة العالم تلعب على أرضها أمام جورجيا عن المجموعة التاسعة، وروسيا بميدان أذربيجان ضمن المجموعة السادسة. هذا فيما يسعى المنتخب الإنجليزي إلى ضمان حضوره في بلاد السامبا، لكن ذلك يمر عبر الفوز على ضيفه منتخب بولونيا في قمة قوية عن المجموعة الثامنة. أي تعثر للإنجليز سيكون في مصلحة أوكرانيا المطاردة بفارق نقطة واحدة، والتي تخوض اختبارا سهلا بميدان منتخب سان مارينو المتواضع ومتذيل المجموعة. وكانت منتخبات هولندا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا ضامنة حضورها مسبقا في الحدث العالمي في الجولات الماضية من التصفيات. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة أو هذه الحصيلة الرياضية الأسبوعية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك سعيد، دمتم بخير وإلى اللقاء.